هو احنا ليه بنقع في حب مستحيل يكمل؟ تلاقي البنت حلوه وشيك ولذيذه وهوب تحب واحد عادي؟ لا ما يصحش. حب متجوز اصغر منها ب20 سنه، مسيحي وهي مسلمه، ممكن يكون اتسجن 3 مرات وعليه حكم، مدمن، اي حد ما ينفعش تحبه وخلاص. ليه يا ماما؟ ليه يا حبيبه قلبي؟ ماله استاذ علاء؟ ما هو فله. الحقيقه ان في اسباب بتخلينا نقع في الحب المستحيل. اول حاجه اننا بنحب الحاجات اللي صعب نوصل لها، الممنوع مرغوب معروف. 2 بنتشد للتحدي، بنهرب من الروتين اللي عايشين فيه، بنسافر حته جديده، ناكل اكله غريبه، نحب واحد ما ينفعناش، مغامره يعني. 3 تبرير الفشل، في ناس عايزه تبرر لنفسها فشلها في الحياه، بحط هدف مستحيل اوصل له عشان اقول غصب عني الموضوع كان مستحيل. 4 الخوف من الالتزام، ما هو انت لو خايفه من الارتباط الحقيقي والالتزام بتروحي رايحه لحد مش مناسب وانت عارفه ان الموضوع مش هيكمل بينكم، اللي هو كان نفسي والله بس الظروف. 5 الرومانسيه الاوفر، عايزه بقى تعيشي فيلم الحب الضائع، العشق الممنوع، البطله تحب الامير اللي هيحارب الدنيا ويهزم الجيوش عشانها، لكن استاذ علاء هيجي بدبلتين ويخطبني عادي. فين الاكشن؟ فيا حبيبه قلبي افتكري ان الحياه مش فيلم، ومش لازم تعيشي مغامره، ومش لازم تعاني من شقاء الحب. الحب حاجه حلوه مش عذاب. وبعدين ماله الاستاذ علاء؟ انا نفسي افهم.